عملوا عجل ذهبي وبدأوا يعبدوا ايه؟ ربنا زعل خالص خالص. بعدين ربنا يقول في عدد 10: والآن اتركني ليحمي غضبي عليهم وأفنيك فأفنيهم فأصيرك شعبا عظيما. وانت مين اللي حايشك يا رب؟ شفت لما تتنرفز على ابنك في البيت ومراتك تحوشك فتقول لها ايه؟ سيبيني عليه سيبيني عليه. مين اللي ماسكك يا رب؟ يقول لك موسى. ماسكك ازاي؟ يقول بالمحبة، بالوعد اللي وعدته، عشان اديته كلمة وعشان بحبه مش قادر ان انا اعمل حاجه وازعل وافني هذا الشعب. اتركني. يا شوفوا عظمه الشفاعه وشوفوا كرامه اولاد ربنا. ربنا مش قادر يسكب غضبه على الشعب عشان خاطر ماري جرجس، عشان خاطر ماري مينا، عشان خاطر العذراء مريم. ما هو الكتاب المقدس متجدد، ده ما كانش في العهد القديم. شوفوا الجايه دي بقى: لماذا يتكلم المصريين قائلين اخرجهم بخبث ليقتلهم في البرية؟ عارفين معناها ايه؟ هتضحك الناس علينا، هتضحك المصريين، هتخليهم يشمتوا فينا ويقولوا احنا ما قدرناش نموتهم وهو عمل نفسه بينقذهم وخدهم. موتهم فين يا راجل؟ هتشمت ايه ده؟ ايه الجرأة دي؟ ايه الدالة دي؟ ربنا عنده ناس يسمع ليهم ويسمح ليهم بانهم يتجرأوا بالمحبة ويتفاهموا معاه ويتخانقوا معاه ويتحاوروا معاه. ربنا اله محب. يقول له ايه بقى؟ ارجع عن حمو غضبك. ايه ده؟ ارجع دي في اللغه العربيه اسمها ايه؟ جدع، فعل امر. في فرق بين لما اقول لك لو سمحت ارجع ولما اقول لك ارجع. بيؤمر. موسى بيقول لربنا ارجع عن حمو غضبك واندم على الشر. ايه ده يا موسى ده؟ وربنا قاعد يسمع له. ارجع عن حمو غضبك واندم على الشر بشعبك. يقول طب ايه ده بعد كده؟ يقول فندم الرب على ايه؟ الشفاعه نفعت ولا ما نفعتش؟ ربنا زعل خالص خالص. وانت مين اللي حايشك يا رب؟ مش قادر ان انا اعمل حاجه وازعل وافني هذا الشعب. ربنا مش قادر. هتضحك الناس علينا يا راجل، هتشمت ايه ده؟ ايه الجرأة دي؟ في فرق بين لما اقول لك لو سمحت ارجع ولما اقول لك ارجع. بيؤمر.